إن الواحد يكون إنسان مصاب بالADHD وعايش مع الADHD دي حاجة صعبة وفيها تحديات كتير جدًا، لكن الموضوع ما بيبقاش أسهل لمّا التحديات دي يصاحبها تعليقات سلبية ويصاحبها تنمر وأفكار مسبقة واتهام واستجواب دائم لينا إحنا كأشخاص مصابين باضطراب الADHD. النهارده هاعرض على حضراتكم بعض التعليقات اللي أنا باسمعها كواحد عندي ADHD وكمان ناس كتير من أحبابي اللي في نادي الADHD معايا بيسمعوها كتير، نحلل أسبابها ونرد عليها إن شاء الله تعالى، لعل وعسى نزيد في الوعي، فخليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومئة ألف مرحبا بكم جميعا يا أحباب في قناتي، واللي هي أكيد قناة حضراتكم أنتم كمان، قناة أخوكم أنس. أنا تم تشخيصي بال ADHD من كام سنة وأنا عندي فوق ال 35 سنة. خليني أضرب لحضرتكم بعض الأمثلة من التعليقات اللي أنتم أكيد سمعتوها قبل كده. يا عم كل الناس عندهم شوية ADHD. لا، ما ينفعش يكون عندك شوية ADHD. أنت يا عندك ADHD يا ما عندكش ADHD. لكن اللي يقدر يحصل إنه أنت بتشعر بأعراض موجودة في ال ADHD، لكن ده علشان أنت يعني ببساطة إنسان، والإنسان بيشعر ببعض الأعراض اللي موجودة عند الناس اللي عندهم ADHD. إن حد يقول إن أنا عندي شوية ADHD كأنه بيقول أنا عندي شوية اكتئاب، بس علشان إيه؟ أنا في بعض الأحيان باحس بزعل. يا عم أنت ما عندكش ADHD أصلًا، أنا شُفتك تلعب اللعبة دي بتاعة الPlayStation دي بال10، 12 ساعة، اللي عنده ADHD دوّة مش ده اضطراب تشتت الانتباه؟ أنت أهو قاعد أهو مركّز أوي أهو يا أخويا. دلوقتي بقى دخلنا في الحاجات النمطية اللي بتتقال عن الADHD، لأنه طبعًا معروف إنه الواد اللي مش قاعد على بعضه دوّة، اللي عمّال يعني يتحرك كتير في الفصل وما بيسمعش الكلام، هو ده بتاع الADHD، لإنه بتوع الADHD هم اللي عندهم فرط الحركة ودايمًا كده باينين في كل مكان وظاهرين في كل مكان ويعني متعبين ومزعجين، مش كده؟ لأ، مش كده، غلط. الADHD يقدر يظهر بأسلوب مختلف على حسب الشخص، مش حاجة واحدة هو. فالإنسان المصاب بالADHD ويقعد مثلًا يلعب لعبة 12 ساعة من غير ما يفكر في أكل ولا حتى يدخل الحمام، ده مش دليل على إنه الإنسان ده ما عندوش ADHD، بالعكس ده قد يكون دليل إن هو الADHD عنده الآن هو اللي بيشتغل، لإنه في حاجة عند الأحباب اللي عندهم ADHD اسمها فرط في التركيز. وأنا اتكلمت قبل كده في الموضوع ده، إزاي نقدر نجمع بين الفرط في التركيز والتشتت في الانتباه، لأنه الإنسان اللي عنده ADHD لما يحب حاجة بيبقى hyper focus فيها، بيركز فيها جدًا، وبعدين بيمل منها، ولما ما بيحبش حاجة بيتشتت بسهولة جدًا، فعشان كده أحيانًا بعض الناس اللي عندهم ADHD بتشوفه كده تقول ده إزاي مركز أوي وفي نفس الوقت متشتت أوي، ده سببه إن هو لمّا يحب حاجة. وبعدين كمان عندنا بقى تعليقات بتبدأ تظهر لمّا الواحد يعرّف الناس اللي حواليه إن أنا بدأت أفكّر أو أشُك إن عندي ADHD، فهاروح أعمل تحليل أو أقابل طبيب نفسي أو محلل نفسي عشان أتوصّل للتشخيص. تبدأ بقى التعليقات، ما أنت يا عم طول حياتك عايش مع الADHD أهو من غير أي مشاكل، هتروح تعمل لي تشخيص ليه دلوقتي؟ ما أنت عايش أهو حياتك عادي يعني. والله يعني أنا فعلًا عِشت يعني مع المشكلة أو الاضطراب دوّة لمدة 35 سنة، فقُلت يمكن المفروض بقى أبدأ أشوف المشكلة إيه بالضبط يعني، وأبحث عن حل ليها والّا إيه رأي حضرتك يعني؟ أيوه، أيوه أنا فاهم، بس يعني إيه الفرق يعني عندك ADHD ما عندكش ADHD ما أنت نفس الشخص يعني والّا إيه؟ لا، أنا لو تم تشخيصي بالADHD هابقى سوبرمان بصراحة. لأ طبعًا أنا نفس الشخص قبل التشخيص وبعد التشخيص. السؤال هو ليه التشخيص ده يبقى مهم بالنسبة لي أو بالنسبة لأي حد عنده ADHD؟ أنا تفكيري إنه مثلًا لو حضرتك عندك ضعف في النظر أو مشكلة في النظر يعني ومش عارف تفرّق بنظرك ما بين يعني حصان وبين جمل وأنت واقف متر منهم، دي مشكلة في النظر. حل المشكلة دي إن أنت تروح يتم تشخيص النظر بتاعك ده وتلبس نضارة، ولو مثلًا عندك مشكلة في السِن من سنانك فمش عارف تاكل حتى الcorn flakes بتاع الصبح اللي مليان لبن ده وخلاص يعني أي بيبي يعرف ياكله، المفروض تروح لطبيب الأسنان وتشوف المشكلة دي. مختصر مفيد، لمّا الإنسان بيمُر بتحدي معيّن، مشكلة معيّنة صحية، نفسية، مرضية، بيبحث عن العلاج
وبيبحث عن التشخيص. الأمر اللي بستغرب منه جدا، ليه بالذات الإنسان اللي بيبحث لحلول أو تشخيص لحالة عصبية أو نفسية مش ظاهرة في جسم الإنسان، يعني يبقى دايما يستوجب أو يتهم إنه إيه اللي بتعمله ده، أنت ليه بتعمل كده؟ حاجة غريبة جدا. ولو التعامل ده كان بيتم مع حالات تانية مرضية فعلا، وحالات فعلا فيها مشاكل صحية ونفسية، ما فيش حد هيقبل الموضوع ده ويقول انه لا المفروض ما يتعالجش، المفروض ما يشخصش نفسه. لا طبعا، لازم يروح يشوف نفسه ويشخص نفسه. يا اخي الكريم، الحل ليك ان انت تصلي، تقرا قرآن، وتروح المسجد كل يوم. هتلاقي نفسك كده شفيت من الامور ديت اللي انت بتسميها اضطرابات. ما فيش الكلام ده في ديننا. احنا الحمد لله عندنا الايمان، الحمد لله. دين ربنا سبحانه وتعالى هو فعلا بلا شك حل من الحلول لامور كتير جدا في حياة الانسان. لكن دين ربنا برضو اللي علمنا لكل داء دواء. فلو نعترف ان ده اصلا داء، هتعرف ان فيه برضو دواء، والدواء ده بيكون جزئيا حاجات مهارات دواء، وكمان حاجات متعلقة بديننا. قراءة القرآن، الصلاة تساعد، لكن مش دايما بتساعد كل الناس، بدليل انه في ناس بينتحروا ومتدينين. ازاي؟ لانه الاضطراب دوت ملوش اي علاقة بانه انا مسلم كويس ولا مسلم وحش. ده ليه علاقة بهرمونات، هرمونات موجودة في المخ متعطلة، محتاجة إعادة، محتاجة مساعدة، محتاجة تصليح، محتاجة علاج. فهنقعد إحنا كده نحفر في أمور شرعية دينية ندخلها في غير محلها، يمكن تزيد في الاضطراب ده وتعمل مشاكل أكبر. دي بعض الأمثلة من التعليقات اللي إحنا أصحاب ال ADHD أحيانا بنسمعها، وأكيد في تعليقات تانية كتير جدا. فياريت تعلقوا أنتم أصحاب ال ADHD، أو اي حد مثلا عايش مع حد عنده ADHD بتسمعوا تعليقات ايه. اكتبوا في التعليقات، الله يكرمكم. كل كلمه تعليقات بقت كتير قوي، فعلقوا بس. يعني السؤال دلوقتي، طيب احنا ليه بنسمع اصلا التعليقات دي؟ الجواب سهل وبسيط. العلم والوعي بال ADHD وتشخيص ال ADHD من الاطباء النفسيين والمحللين النفسيين نفسهم مصيبة، مصيبة بالذات في بلداننا العربية والإسلامية. يعني أقدر أقول شبه معدوم لو عملنا مقارنة بالأمراض النفسية التانية والاضطرابات النفسية التانية الموجودة، شبه معدوم. بدأ يزيد شوية، لكن في الأصل مش موجود تقريبا خالص. لدرجة إنه الناس اللي المفروض هم يكون عندهم وعي زي الأطباء والمحللين النفسيين وكده، بيتهموا أي حد يروح لهم إنه ده مش اضطراب، وده تخريف تقريبا، وده غلط، ودي حاجة غربية، وفي كلام عن المؤامرة. أمور غريبة جدا من الناس المتخصصين. فتخيلوا بقى من غير المتخصص. أنا مثلا لما تم تشخيصي بعمل زي ما عمل ناس كتير جدا، دخلت على اليوتيوب عشان أبحث. ولما دخلت على اليوتيوب لقيت بعض الناس بيتكلموا عن الموضوع دوت مثلا باللغة الإنجليزية، موجود الفيديوهات، لكن مش بالكمية الموجودة عن أمور تانية. بالعربي موجود 1 2 3 10 11، أيوة صفر، صفر. مفيش قنوات اللي هي متخصصة في ال ADHD ويوميا بتحط فيديوهات بتتكلم عن الموضوع وتوعي الناس. قليل جدا. في بعض الناس عملوا بعض الفيديوهات، لكن قنوات متخصصة مش موجود في البلدان العربية واللغة العربية. موجود بعضهم اتكلموا، لكن مش بالتفاصيل اللي مناسبة للعقل العربي المسلم، لأنه ده ليه علاقة كبيرة جدا بال ADHD برضو، يختلف عن الغرب وعن اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرها. يعني مش موجود. فده دليل انه الوعي والعلم قليل جدا عن الموضوع ده. انا قناعتي الشخصيه الحل الوحيد انه الموضوع دوت يبقى يزداد فيه الوعي والعلم، انه صوتنا احنا اصحاب الاي دي اتش دي بالذات لازم يكون مسموع. ويكون مسموع ان احنا نتكلم عن الموضوع ونشارك تجارب الناس، ونتكلم عن الاضطراب دوت، ونتكلم عن الاطفال والكبار والصغار، ونبحث مع بعض كده لحلول عملية تساعدنا في حياتنا اليومية، بعيدا عن الدواء احيانا، مع الدواء احيانا، مع المهارات احيانا كده. يعني نساعد بعض. وانا بحاول والله كحاجة بسيطة، يعني مشاركة بسيطة جدا في عالم اليوتيوب والعالم السوشيال ميديا وكده، اشارك انا تجربتي. فيا ريت يا ريت نساعد بعض في الموضوع دوت، ويا ريت تساعدوني انا كمان ان انا انشر الوعي ده. ربنا يكرمكم جميعا ويحفظكم، وجزاكم الله الف خير على التفاعل. وانا بحبكم جدا جدا في الله،
وأنا أخوكم أنس، ونراكم إن شاء الله تعالى في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.